أهلا بيكم. قبل ما نبدأ، حابب أذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكم جديدنا. ولو عجبكم المحتوى فاعملوا لايك وشير للحلقة عشان نقدر نستمر بالدعم الكريم من حضراتكم. سنة 1964 حصلت شراكة إنتاجية بين السينما الإيطالية والسينما الأمريكية من خلال شركة يونايتد أرتس عشان يتم إنتاج أولى أفلام مشروع ثلاثية الدولارات، فيلم A Festival of Dollars. ثم سنة 1965 فيلم For a Few Dollars More، عشان تختم الثلاثية التاريخية سنة 1966 بأفضل فيلم رعاة بقر في التاريخ السينمائي، فيلم The Good, The Bad and The Ugly، المعروف باسم الطيب والشرس والقبيح، عشان يؤسس على إيد هذه الثلاثية جانرا سينمائية جديدة تسمى سباجيتي ويسترن. وتعالوا مع بعض نتكلم شوية عن The Good, The Bad and The Ugly، الفيلم اللي من بطولة النجم كلينت إيستوود في دور الطيب، ولي فان كليف في دور الشرس، وإيلي وولش في دور القبيح. بيدور في خضم الفوضى أثناء الحرب الأهلية الأمريكية عن صراع بين 3 مسلحين على ذهب فيدرالي مدفون هيمثل ثروة كبيرة للي ينجح في الحصول عليه. وخلونا نتكلم عن الشخصيات وعن حبكة الفيلم. بلوندي أو الرجل بلا اسم اللي بيلعب دوره كلينت إيستوود بيقوم بعمل شراكة مع توكو اللي بيلعب دوره إيلي وولش، المجرم اللي مطلوب للعدالة في أكتر من مقاطعة وولاية في أمريكا، بحيث إن بلوندي يقبض عليه ويقدمه للعدالة وياخد المكافأة المطلوبة للقبض عليه، وينتظر أثناء ما بيتم إعدام توكو عشان يقطع حبل المشنقة بطلقة من بندقيته ويهرب توكو، ويتقابل الاتنين فيما بعد في الصحراء ويتقسموا قيمة المكافأة. في هذه الأثناء بيقوم إنجل آيز المرتزق الشرير باستجواب أحد الجنود السابقين في الجيش الفيدرالي لمعرفة معلومات عن جندي زميل له هرب ومعاه دهب من خزينة الجيش، عشان يعرف منه إنه غير اسمه لبيل كارسون وإنه مش عارف مكانه بالتحديد. وبعد ما بيحصل اختلاف وصراع بين بلاندي وتوكو، بيقود توكو بلاندي في الصحراء لحد ما بينهار من الجفاف والعطش، عشان بالصدفة تمر عليه عربية إسعاف جانحة فيها مجموعة من الجنود المصابين اللي بيكون بينهم بيل كارسون. بيتوسل بيل كارسون من توكو إن يديله مية وينقذه من الموت مقابل 200,000 دولار على شكل عملات ذهبية مدفونة في مقبرة ساد هيل. وأثناء ما توكو بيجيب المية لبيل، بيعرف بلاندي من بيل اسم القبر بالتحديد اللي مدفونة فيه العملات الذهبية، وبعدها بيموت بيل عشان تتقسم قطع البازل على 3 أجزاء: اسم اللي معاه الدهب مع انجل آيز، واسم المقابر مع توكو، واسم القبر اللي مدفون فيه الدهب بالتحديد مع بلاندي. وتتوالى أحداث الفيلم عشان تتلاقى خطوط بلاندي وتوكو مع انجل آيز اللي بيخطط للتخلص منهم والحصول على الدهب لوحده. قال المخرج الكبير الراحل سيرجيو ليون إن التباين بين الشخصيات الثلاثة هو اللي ولد العلاقة بينهم ومد جسر ربط بينهم وبين المشاهد. فبلاندي كان شخص طيب قليل الكلام برغم إنه خارج على القانون، إلا إنه خير من جواه وبيميل أكتر لعدم الصراع برغم من جودته في التعامل مع السلاح. في حين شريكه الأساسي توكو شخص شرير وعدواني وله صبغة من البلادة الكوميدية والفوضى، ولكنه في نفس الوقت ماكر وحريص ورجل سلاح جيد. بيصطدم بيهم انجل آيز المرتزق القاسي اللي بيحمل صبغة من السادية والاستمتاع بالقتل، ولكنه رجل دؤوب حريص على إنجاز مهامه مهما تكلف الأمر. قال ليون إنه اختار كلينت إيستوود لدور الطيب لأن كلينت كان أقرب ما يكون لقطعة من الرخام الهادئ البارد اللي بيقدر يتنقل بثبات وسط إطلاق النار. وتم اختيار لي فان كليف للعب دور الشرير نظرا لأنه في الفيلم التاني من ثلاثية الدولارات For a Few Dollars More كان بيلعب دور طيب ورومانسي الطباع، فحب ليون إنه يغير جلده بلعب دور الشرير نظرا لأن السمات الشكلية له كانت مطابقة تماما للسمات الشخصية المكتوبة لأنجل آيز. وبالنسبة لدور القبيح، فالعاملين على الفيلم قالوا إن ليون بشكل سريع حب إيلي والش نظرا للطبيعة الفوضوية اللي بتجمع الاتنين، وإنهم كانوا في لوكيشن التصوير دائمين الضحك والمزاح، فضلا عن موهبة وولش الطاغية والقيام بدوره ببراعة شديدة أدت لنجاح الدور والفيلم، حتى إن وولش أضاف بعض السمات على شخصية توكو ما كانتش موجودة في السيناريو، زي طريقة الكلام وشكل اللبس وطريقة التصرف بشكل عام. الفيلم بالكامل اتصور ما بين إيطاليا وأسبانيا، وبالتحديد بين مدينتي روما وألميريا، وتم بناء مدينة كاملة جسرة الجنوب الأمريكي لتصوير مشاهد إطلاق النار والمطاردات ومشاهد الحرب الأهلية الموجودة في الفيلم. ومن الجدير بالذكر إن مشهد تفجير الجسر الشهير بالفيلم وعيد تصويره مرتين نظرا لأن في أول مرة انفجرت معاه ال3 كاميرات المستخدمة في تصوير المشهد. وبالنسبة للمقابر ومشهد المواجهة الأيقوني الأشهر في نهاية الفيلم، فاستعانت الحكومة الأسبانية بمئات من الجنود لبناء لوكيشن المقابر
ووضع الآلاف من شواهد القبور وصنع الساحة الدائرية في منتصف المقابر، واللي كانت مكان للمواجهة الثلاثية الأخيرة في ختامية الفيلم. الأسلوب المميز في التصوير للمخرج سيرجيو ليون أضفى على الفيلم طابع ملحمي شيق، نظرا لاعتماد ليون على المشاهد المقربة المطولة والمشاهد الواسعة اللي بتوضح كافة التفاصيل وتزيد من متعة التجربة البصرية للفيلم. ومن المدهش إن الشخصية الوحيدة اللي اتكتبت بشكل كامل وقدر المشاهد يعرف تفاصيل مترابطة لها كانت شخصية القبيح. فأثناء مشاهد الحكم بالإعدام عرفنا اسم توكو الكامل، وإن عنده أكتر من زوجة وأكتر من طفل. وأثناء سير الفيلم اتقابل توكو مع أخوه اللي بيعمل كاهن في الدير، وعرفنا إنه الأخ الأصغر لتوكو، وإن والد ووالدة توكو توفوا أثناء تنقله وفراره من العدالة. وعرفنا كمان الخلفية الدرامية لحياة توكو واللي حولته لمجرم في حديث شيق ورائع زاد من تعلق المشاهد بشخصية توكو أداه إيلي وولش ببراعته المعهودة. ومع كل اللي قلناه عن الفيلم لا يمكن أن نغفل دور الموسيقى في نجاح الفيلم، الموسيقى اللي تحولت لشبه نشيد وطني لأفلام الغرب الأمريكي وعايشة بينا لحد دلوقتي وهتستمر إلى الأبد. المبدع الراحل الموسيقار إنيو موركوني استوحى التيمة الرئيسية لموسيقى الفيلم اللي سمعناها كلنا في تتر البداية والنهاية من صوت عواء الذئب في الصحراء، وتخللها لحن ملحمي يحمسك لمشاهدة الفيلم من مجرد سماع التتر، فضلا عن الموسيقى التصويرية اللي موجودة طول الفيلم اللي ساعدت في إبراز جماليات المشاهد وإبراز حماس المعارك والمطاردات. المدهش إن العبقري إنيو موركوني ألف موسيقى الفيلم من قبل بداية الفيلم عن طريق عقد جلسات عمل مع شريكه الدائم المخرج سيرجيو ليون لمناقشة السيناريو وتلحين الموسيقى اللي تتماشى مع رؤية ليون. وبعد ما خلص موركوني كامل الموسيقى التصويرية ابتدى ليون في توظيفها على سياق أحداث الفيلم. نجح الفيلم في حصد 38.9 مليون دولار أمريكي من أصل 1.5 مليون دولار كميزانية إنتاجية للفيلم، ومن العجيب إنه لم يرشح لأي جائزة أوسكار في أي فئة من فئات الجائزة، برغم إنه بيحتل واحد من المراكز العشرة الأولى في قائمة أفضل الأفلام عبر التاريخ عند أي موقع أو أي جهة إحصاء سينمائي. خلصت حكايتنا النهاردة عن فيلم The Good, The Bad and The Ugly. لسه عندي حكايات كتير عن السينما أحب جدا أشارك حضراتكم بيها. كان معاكم أحمد مرعي من قناتكم قناة صوت السينما. يومكم سعيد وسلام.